السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كل عام وانتم بألف خير يا رب. دلوقتي يا حبايبي معايا ايه؟ الكرشة، اقول عليها الكمونية، بس احنا هنا ما بنقولش عليها الكمونية، احنا بنقول عليها شطيطة، لان بنسويها يا جماعة كويس. انا كده حطاها بشوحها عشان تصفي ميتها اللي فيها خالص، لسه شايفينها خالص تشربها. بعد ما غسلتها كويس يا جماعة، نضفتها وغسلتها كويس قوي بالليمون. اهم حاجه الليمون في الكرشه، ما بحطش عليها خل عشان بيثبت فيها ريحه الزفاره. ليمون كتير، وبعدين نقعتها في ميه بليمون كتير برضو اهي. وحطيت في الميه كمان، دوبت شويه دقيق ميحوش الزفاره خالص، وعصرت عليها بقى لوحدها ليمون كده كمان بعد ما غسلتها كويس. ونزلت بيها بقى في الحله كده على النار، وبشوحها عشان تنشف من ميتها اهي، وبسويها. واحط لها بقى البصل واللورة والحبهان والمستكة وعودين قرفة، وبنشفها خالص من ميتها، ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي يا حبايبي حطينا سمنة بلدي اهي، وحطينا البصل والثوم اهو، عشان نعمل التسبيكة بتاعة الكرشة، عشان نعملها ايه؟ نعملها شطيطة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوحنا البصل مع التومة كويس قوي اهو. ننزل ايه بالفلفل والشطة، ناخد تقليبتين كده، وانزل بقى بشوية كزبرة ناشفة مع شوية فلفل اسود والطماطم بقى. دلوقتي يا جماعة نزلت على البصل بشوية كزبرة ناشفين مجروشين حلوين لسه طازة، وشوية فلفل اسود، قمت نازلة بايه بالطماطم، اسيبها بقى تسبك في بعضها شوية. وفي الأثناء دي أنا حطيت الكرشة هنا في الحلة دي عشان تنجزي، عشان تستوي بسرعة وكده. ودلوقتي معايا يا جماعة 3 جواز حمام، يعني 6 فرد اهو. عاوزين نعملهم بقى نحشيهم رز. كانوا كويسين ومتعانين في الفريزر. احنا مربيين الحمام على السطوح، فكل ما اطلع الاقي جوز كده يستاهل يعني انه ينزل انزله وانضفه وأعمله في الفريزر، لغايه ما بقوا ايه 3 جواز كده. نزلنا بالبصل كده مع السمنه البلدي اهي، وقرنين فلفل اخضر نشوح فيهم كده كويس. ينزل عليهم بكده بقهوة الحمام،
نشوحهم كويس قوي، نقلبها كويس قوي مع بعضها كده مع البصل والفلفل. وعندي هنا طماطمتين قشرتهم وقطعتهم مكعبات هنزل بيهم كده. هشوحهم شوية مع بعض، وبعدين انزل بقى بشوية قرفة على شوية فلفل اسود وملح. حطيت الفلفل الاسود مع القرفة وشوية الملح وشعر السكر بسيطة، ونزلت عليهم بقى بايه من الرز بتاعنا المغسول ومتصفي. نشوحه كده مع بعضه، وازوده بقى شوية ايه شوربة يستوي نص سوا كده عشان نحشيه الحمام. ادي الكرشة بعد ما استوت يا جماعة، ادي شكلها اهي. هشيلها بقى بالمصفى واطلعها اصفيها عشان احطها بقى في ايه في الدمعة اللي انا عاملاها لها عشان تبقى اسمها ايه شطيطة. وهوريكم بقى هعمل ايه. هشيلها بقى وارجع لكم. ادي شكلها يا حبايبي اهي بعد ما حطيتها بقى في الدمعة. الطماطم اللي انا سبكتها مع البصل والشطة الحمراء والخضراء، وعملت بقى بالثوم. وبعد ما سبكت حطيت فصين توم مهروسين ني وشعرة سكر ومكعب مرقة دجاج ونص معلقة بابريكا ومعلقة ونص شطة عشان بتبقى هي ايه مشطشطة قوي. يا رب تعجبكم يا حبايبي. وهنا بقى الرز اللي عملناه عشان الحمام سايباه يبرد اهو عشان احشيه بقى. ادي الحمام يا حبايبي انا حشيته اهو. ده اللي فيه يعني اللي معمول كويس مش مقطوع مني ولا حاجة. وفي طبعا حمام نسيته وفتحت رقبته اهو، نسيته اهو حشيته اهو يا جماعة. ودلوقتي المية بتغلي اهي، هسقط فيها حمام بقى كده على الظهر كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللهم ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. اهو يا حبايبي هحط له برده بصل ورق لورا وحبهان ومستكه واسيبه بقى ايه يستووا مع بعضه كده، واوريه لكم بقى يا حبايبي بعد ما يستوي. ودلوقتي يا حبايبي غسلت الرز كويس، شويه رز ابيض بقى كده، وعقدت له بالشوربه المغليه. وللامانه برضو كوبايه ميه كده برضو معايا ميه سخنه عشان الشوربه لوحدها ما بتسويش الرز كويس. والشوربه طبعا عليها الملح، وظبطت الملح وحطيت معلقه السمنه كده، ونسيبه بقى يستوي مع بعضه. نغطي عليه بقى ونسيبه ايه يستوي. وهنا الرز يا حبايبي بتاع الحمام اللي فايض منه متبقي يعني، بسويه كده اهو على نار هاديه بعد ما غلي وطيت عليه النار عشان اقدمه معاهم.
ودلوقتي يا حبايبي معايا الحمام بيستوي اهو وبيغلي بقاله فترة، داخل في مرحلة استوى اهو. لسه كمان شوية هسيبه يستوي كويس وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه بقى فيه. انا الحمام يا حبايبي طلعته اهو، استوى وطلعته اهو. ونزلت بقى هنا في الصينية دي السمنة اهي، عشان بقى ايه احمره فيها بقى. هحطه بقى يا جماعة وارجع لكم. بنحمر الحمام اهي يا حبايبي. وده يا حبايبي الشكل النهائي اهو بعد ما خلصنا الحمام اهو. وادي الشتيطة بتاعتنا او الكرشة بتاعتنا. ايه رأيكم يا حبايبي؟ جربوها ويا رب تعجبكم. وبعد اذن متابعين يا ريت بس المشاهدة كاملة، لاني والله بشاهد للناس مشاهدة كاملة وربي يعلم. ايه رأيكم يا حبايبي؟ مع ألف سلامة.